سيادنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاش كتسمع الديانات الهندوسية ديال الهند كتعرف بأن هناك بعض التقاليد والعادات اللي مختلفة اختلاف كبير على التقاليد والعادات اللي تنعرفهم عند جميع الشعوب، بل أن عندهم بعض التقاليد والعادات اللي خطيرة جدا وكتشوفها بأن عادات وحشية وليست ببشرية. ان شاء الله غادي نشوفوا من اغرب الطقوس اللي كاينه عند هاد الناس هادو، لا في الوفيات ديالهم ولا كيفاش كيتعاملوا مع بعض الاحياء ديالهم. من بين التقاليد والعادات اللي كاينه عندهم واللي كنعرفوها حنايا بزاف واللي كنشوفوها في الافلام والمسلسلات ديالهم وحنا صغار، وهي حرق الجثه ديال الميت. هما ما عندهمش مساله ديال انهم يدفنوا الميت بحالنا حنا، وانما تيحرقوا هذيك الجثه، وحتى هذاك المكان اللي تيحرقوا فيه الجثث ومن بعد الحرق ديالهم تيرميو هذيك الفضلات ديال الحرق، يعني الرماد في واحد النهر. هذيك البلاصه فيها حتى هي الفرزيات وفيها حتى هي الطبقات. كاين مكان مخصص للعائلات الغنيه واللي كتكون قريبه من هذاك الاله ولا شي حاجه اللي كيسموها بحال هكا، وكاين المكان المخصص للناس الفقراء والناس البسطاء حتى هما، يعني حتى في الحرق ما مساوينش، بالرغم من انهم غاديين في الاخر يكونوا غير رماد، عندهم حتى الطبقيه في المكان ديال الحرق. خلافنا احنا مثلا كتلقى يعني مقبره يدفن فيها الغني والفقير والصالح والطالح والمعروف والغير المعروف والمشهور واللي ما مشهورش، المهم كلشي تيتدفن في هذيك المقبره. وفاش كيكونوا كيحرقوا هذه الجثه هذه، الاهل ديال داك الميت خاصهم ولا بد ما يكونوا حاضرين وتيعاينوا العمليه ديال الحرق مباشره. خاصهم يشوفوا ويتاكدوا بان الجثه ديال هذاك السيد اللي من العائله ديالهم راه صافي انتهى الامر ديالو وتحول الى رماد. كيف ما احنا مثلا كتلقى العائله ديال الميت ولا بد ما خصها تمشي تحضر العمليه الدفن حتى كيدفنوه بايديهم وكيرجعوا. كذلك هاد الهنود هادو حتى هما ما تيرجع من ديك البلاصه ديال الحرق حتى كيتاكد بان هذاك الشخص اللي من العائله ديالو تحول الى رماد. ومن بعد الحرق ديال الجثه بالنسبه ليهم هما في العقيده ديالهم بان هذا السيد هذا راه ماشي زعما صافي انتهى الامر ديالو، وانما عندهم ما يسمى بتناسخ الارواح. هذاك السيد اللي تحرق مازال غادي يرجع للدنيا على شكل انسان او حيوان، المهم هو ان هذاك الروح ديالو غادا تنسخ منه تحول الى مخلوق اخر ويبقى عايش معاهم في الدنيا وهكذا. وعلى حساب كيفاش انت كنتي عايش في الدنيا، على حساب الطبقه اللي كتوصل ليها في السماء. عندهم طبقات في الافق وعندهم طبقات في الاسفل، يعني على حساب المرتبه ديالك. الا كنتي مشهور ومعروف ولاباس عليك ولا غني ولا فقير ولا عندك شي منصب في الدوله، راك انت كتكون من العليين بالنسبه لهم هما في الطبقات العليا، ولا كنتي من دوك المكحطين فرا انت في الطبقات السفلى عندهم. فهذه عقيده ديالهم. اكبر جنس عنده الديانات بزاف هما الهندوس. وحنا عندنا واحد المساله اكرام الميت دفنه، يعني تيقول لك الانسان الا مات صافي خصو يتغسل ويتدفن، هذاك هو الاكرام ديالو. الا بغيتي دير مع الميت المزيان هما كذلك، الا بغيتي دير مع داك الميت المزيان هو انك خاصك تسرع في الحرق ديالو. علاش؟ باش يتحول لهذاك الجسد اللي غادي يعاود يبان به من بعد، او اللي غادي يعاود يرجع به للدنيا من بعد. العقيده ديال الهندوس هو ان الجسد ديال الانسان كيتكون من 5 ديال المواد: الماء والهواء والارض والسماء والنار. تيقولوا بانه من بعد ما غادي يتحرق تتحول الماده من هذه المواد هذه وترجع في جسد اخر وتعيش به، اي تيعود الماده الاصليه ديالو اللي هو مكون منها وتيعاود يعيش بها في جسد اخر. فهذه من المعتقدات ديال هاد الهندوسات والعادات والتقاليد الخطيره اللي كاينه عندهم. من بينها من غير هذا الشيء ديال الحرق وهذا، لان هذه المساله تنعتبرها احنا عاديه ان الانسان يتحرق، هذه معروفه عند الهنود. ولكن واش كتعرف بان كاين عادات من اخطر ما كاين عند الهنود؟ مثلا الزوجه الا توفى لها الزوج ديالها حتى هي كتحرق وهي حيه، يعني ما كاينلاش تبقى عايشه موراه. يعني تيقول لك بان غدا غير تبقى عايشه ما نعرف تدي الورث، او مثلا تبقى تجيب العار. افكار عندهم كيفاش دايره، افكار اللي هي يعني حيوانيه، افكار متحجره، يعني هاد الزوجه هذه خصها تدفن. وعندهم عاوثاني من اخطر التقاليد والعادات اللي غادي نشوفوها في بعض الفيديوهات ونناقشوها من بعد، هو ان الفتاه الا مشى حتى بلغت 30 سنه وما تزوجتش كتحرق وهي حيه. يا سلام. كنت صغيرة في السن وكنت حاملا في شهري السابع. نزلت علي وفاة زوجي كالصاعقة، ومع ذلك هاجموني مثل الكلاب. لم يحترموا حزني ولم يرحموا ضعفي وقلة خبرتي في الحياة. Let them be genuine for the good news. نأتي إلى هنا كي نبث آلامنا لبعضنا البعض. في الخارج لا نلقى إلا الاضطهاد، ينظرون إلينا مثل الساحرات. مراكز دعم الأرامل هي ملاذنا الوحيد.
هذه تيقولوا بان واحد الزوجه توفى لها الزوج ديالها وغادي بها دابا باش يحرقوها، وهي كتغوت وكتبكي باش تعرفوا بان هاد التقاليد وهاد العادات راه هي اصلا معاديه للانسانيه. تخيل ان انسان كتكرهي على واحد الحاجه وما باغياش، يعني ما حملهاش، بالرغم من انك انت كتقول له بان هاد الشيء راه كاين في الديانه، ولكن هو ما باغاش. ماشي بحال الاسلام، حتى شي حاجه ما كتفرض عليك وحتى شي حاجه ما كيجيو يطبقوا عليك بز منك. الاسلام فيه واحد الدستور، خذه ولا خليه، تكون مسلم ما تكونش مسلم، بغيتي تدخل الاسلام ولا ما بغيتيش تدخل. المهم كاين قوانين وضع الله سبحانه وتعالى في القران، وهناك قوانين اخرى وضع الله عز وجل عن طريق الرسول عليه الصلاه والسلام. فانت كيبقى لك الاختيار. واحد الحاجه حرم الله عز وجل، بغيتي ديرها ديرها، ما بغيتيش ديرها ما ديرهاش. واحد الحاجه امرك بها الله عز وجل انك ديرها، بغيتي ديرها ديرها، بغيتي ما ديرهاش ما ديرهاش. لان في الاعتقاد ديال المسلمين ماشي غيشدك يعاقبك لانك ما درتيش واحد الحاجه ولا يجي يفرض عليك صحه، لا، هو يقدر ينبهك يذكرك تصحك وما الى ذلك. اما الحساب هو عارف بان الله سبحانه وتعالى اللي خلقك وفرض عليك هذيك القيود، فالا ما طبقتيهاش راه ملي غتمشي عنده هو اللي غادي يحاسبك، ماشي الانسان اللي غادي يحاسبك. هادو لا، هادو ديرها بغيتي ولا ما بغيتيش، كره ولا ما تكرهش، المهم خصك دير. ثلاثينيه وصلت لسن 30 وغادي باغيين يدفنوها. تخيل هذا شنو تيقول لك؟ ماخذ اخته اللي اكبر منه للمحرقه بعد ما صار عمره 30 سنه بدون زواج. اخوها اخذ الى المحرقه باش يحرق. علاش؟ لان بلغت 30 سنه وما تزوجتش. يعني تقاليد وعادات وحشيه لا علاقه لها بالانسانيه. هادو وحوش، هادو ماشي بشر. هذه ثلاثينيه يقولون انها تودع جدتها لانها باغا تمشي للمحرقه. وصلت 30 سنه كيوجدوها باش انها تمشي للمحرقه وكتودع الجده ديالها. شوف هذا المنكر وهذا، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يعني من الاخبار اللي مزيانه هي انهم تيقولوا بان هذه العادات ديال حرق المراه الثلاثينيه اللي بلغت 30 سنه وما تزوجتش، كذلك الحرق ديال المراه اللي مات لها الزوج ديالها، منعتها الحكومه في الهند، ولكن باقى في بعض المناطق ديال القبائل ديال نيبال مازال فيهم هاد التقاليد هذه. يعني قبائل اللي كاين في الباديه بعيده على المدن ما عارفهم حتى شي واحد شنو تيديروا، لان الهنود راه باقي مازال عايشين واحد العيشه في شي شكل، مازال تيديروا هاد الطقوس هذه وما جيب لهم حتى شي واحد الخبر، مع العلم انها طقوس اللي تخالف القوانين ديال البشريه. سؤال المطروح: اين هي المنظمات ديال حقوق المراه اللي كتضر النهار كله يتندد بالمراه؟ اين هي الحقوق ديال هاد المراه هذه؟ علاش ما تمشيش هاد المنظمه العالميه ديال حقوق المراه وتمشي تقلب على هاد الناس اللي باقيين مازال في القبائل تيحرقوا امراه؟ وتخيل انك تجيب انسان في عمره 30 سنه ولا انسان في عمره 50 سنه مات لي الزوج ديالو، تجي انت تحرقها هكاك وهي حيه. هذا راه اعمال وحشيه. هذه الحيوانات وما تيديروش هاد الشيء هذا. وهنا غادي نعطي واحد الطرح. شوف هاد التخلف اللي كاين في الهند، شوف هاد القمه ديال الانحطاط في الوعي ديالهم كيفاش داير، كل واحد شنو تيعبد. تقدر تلقى في قبيله واحده عائله كتعبد الفيران، وعائله تعبد الحجر، وعائله تعبد الورق ديال هذا، تما عائله كل وحده شنو كتعبد. يعني عندهم واحد ما نعرف شحال ديال الالهه. مع ذلك هاد الناس هادو بارعين في الاختراعات. هنا بغيت نوصل واحد الرساله، هو ان الدين ولا الديانات ولا تعدد الديانات ولا التخلف اللي تابع للطقوس اللي كتورث عمرها ما كانت عائق امام الاختراعات والصناعات والعلم. اللي باغي يقرا، اللي باغي يدير شي حاجه راه غادي يديرها. اما اللي ما قادر على والو في غير اللسان وحاضي غير الهضره، راه ما عمره ما غادي يدير حتى شي حاجه، وكيبقى دائما كيلقى الاعذار. يعني فاش كيفشل في واحد التجربه ولا تيفشل في واحد المسار علمي وما تعرف ما يدير وما توصل حتى شي نتيجه، بحال الحداثيين والعلمانيين وهاد الملحدين ديالنا حنا العرب، فاش تيفشلوا ما قادرين حتى على حاجه وفي مع البلا بلا اصلا هما ما قارينش. اشنو تلقى كيقول لك الدين والاسلام هو التخلف، والمسلمين والعلماء ديال الاسلام هما اللي خلاو الدول الاسلاميه متخلفه وكذا وكذا. هو راه ما في الدوش، ما قادرش يعطي فكره كيفاش تصيب حتى بريكه ولا كيفاش تصيب ابسط الاختراعات. حتى كاسه الميكا ما قادرش يعطي فكره كيفاش انه يصيبوا، ومع ذلك كيحل فمه حتى الودني وتيقول لك الاسلام وكذا هو اللي مخلينا راجعين اللور. وكأن العلماء يفتون بعدم صنع الطائرات وبتحريم وجرم صناعه السيارات. يا سبحان الله، اللي ما قادرش على شي حاجه يقولوا دير انا ما قادرش، يتخر اللور يخلي الناس تخدم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.